تمرين البنش بريس على البار. ركز في الفيديو ده عشان هقولك على تريكات واخطاء كتير الناس بتعملها، بس خليك معايا لاخر الفيديو. خلينا اول حاجه نبص على السيت اب بتاع التمرين. تمرين الضغط او البنش بريس باستخدام البار ده هو تمرين بيستهدف اصلا عضله البكتوراليس ميجر اللي هي عضله الصدر. اول حاجه هتفرد جسمك على الدكه مسطحه وتمسك البار، تتاكد ان رجلك ثابته على الارض. هتمسك البار ماسكه اوسع من عرض الكتفين بتوعك. هتاخد نفس وتبدا ترفع البار. تمام. وضع البار بيبقى اسفل مفصل الكتف، يعني اللي هي الزاويه اللي بنقول عليها 45. انزل بار ببطء لحد ما يلمس صدرك، وكرر التمرين بالعدات والتكرارات المطلوبه منك. تعالوا مع بعض نشوف التحليل الحركي للتمرين ده. العضلات المساعده في الحركه دي هي عضله الانتيريور ديلتويد، عضلة الترايسبس بريكياي، وعضلة السيراتيوس انتيريور اللي هما باللون البينك اللي قدام. والحركة كده كلها بنسميها الهوريزونتال ادكشن اللي هي حركة التقارب بتاعة الذراعين. ركز بقى معايا في التركية المهمة دي. بص كده في الفيديو، بص في المسار بتاع البار كده زي ما هو باين قدامك. المسار فوق على شكل قوس بسيط بزاوية 25 درجة، وده المسار اللي هتنزل فيه لحد اما يلمس الجزء السفلي من الصدر، وارجع تاني في نفس المسار. دي تركاية مهمة جدا في التمرين ده. طيب خلينا بقى نبص على الاخطاء الشائعة، لان في التمرين ده الاخطاء كتير جدا. رقم 1، تقويس الظهر او القرش الكبير اللي بتعمله. ده مرتبط اصلا بلاعب رفع الاثقال اللي هو باور ليفتنج، عشان يقدر يشيل اكبر وزن ممكن، لانه بيقلل المسافة بين الصدر والبار. وانت في تمرين المقاومة مش مطلوب منك تعمل التقوس ده كله. رقم 2، اما تمسك البار بشكل ضيق جدا اثناء التمرين، انت كده بتقلل من الضغط على عضلة الصدر، وزودت من الضغط على عضلة الكتف الامامي وعضلة التراي، وكده نقلت الحركة، خليت الحركة تبقى شولدر فليكشن بدل من الهوريزونتال ادكشن. فانت هنا غيرت التمرين والعضلة المستهدفة زي ما هو قدامك كده في الفيديو. رقم 3، ودي ناس كتير بتقع فيها، عدم اكمال المدى الحركي بتاعك. مش بتعمل مدى حركي كامل. انت عشان تحقق اقصى استفادة من اي تمرين عضلة معينة، لازم تتأكد من انك بتستخدم نطاق كامل من الحركة اللي هو full range of motion. وغالبا ده بيبقى الناس بتقع فيها الحتة دي بتبقى بسبب نقص المعرفة، وده سهل تصحيحه. يبقى في تمرين زي كده اللي قدامنا لازم البار يلمس اسفل الصدر. رقم 4، الباونسنج. ده معناه ايه؟ انك اول ما بتشيل البار بتنزل تهبده على صدرك بسرعة، وده خطأ كبير جدا للأسف بيقع فيه اغلبية المبتدئين، لانك انت كده بتخبط في عظم القفص الصدري، وبتقلل الوقت اللي انت حاطط فيه العضلة تحت ضغط او توتر، فانت كده مش بتستفاد بالتمرين. تابعنا عشان تعرف اداء كل تمرينة وتتجنب الاخطاء وتفهم الحركة اللي انت بتنفذها.